دكتور مروة الصاوي، دكتوراه في الكيمياء الحيوية، كلية العلوم جامعة الزقازيق بتقدير امتياز. خريجة كلية العلوم سنة 2010. ودبلوم التربوي سنة 2012، وماجستير في الكيمياء الحيوية 2017، ودكتوراه في الكيمياء الحيوية سنة 2021. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض منهج الصف الأول الإعدادي. نبدأ بالدرس الأول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن تركيب الذرة. المنهج جميل وشيق جدا، بس احنا نذاكر ولازم نذاكر كويس، لأن ده تأسيس لكل السنوات اللي جاية. اللي لسه ما اشتركش في قناتنا ياريت نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وتعالوا يلا نبدأ مع بعض. النهاردة هنتكلم عن تركيب الذرة، وهيتم الشرح ان شاء الله لهذا المنهج من كتاب الامتحان في مادة العلوم. طبعا كلنا عارفين ان كل ما يحيط بنا في أي مكان على سطح الأرض بيسمى المادة. إذن المادة توجد حولنا في كل مكان على سطح الأرض. هذه المادة تعرفها هي كل ما له كتلة وله حجم ويشغل حيزا من الفراغ. أي حاجة هنشوفها قدامنا هيكون ليها كتلة وهيكون ليها حجم ويشغل حيز من الفراغ فتسمى مادة. وعرفنا قبل كده ان المادة 3 حالات. المادة اما ان تكون سائلة او غازية، سائلة او غازية او صلبة، سائل او غاز او صلب. طيب، السؤال هنا، هل الغاز يعتبر مادة؟ طبعا، لان احنا قلنا المادة بتتكون من 3 حالات، وكل حالة تقدر ان هي تتحول الى الحالة الاخرى. اذا عندنا سائل وغاز وصلب. فالغاز دائما لا تنسى ان الغازات ليست مادة، وانما هي ليست مرئية. يبقى الغازات ليست مرئية ولكنها مادة. لكن يعتقد البعض أن الغازات ليست مادة، وده طبعا كلام غلط جدا، لأن الغازات تعتبر مادة ولكنها غير مرئية، ليها كتلة ولكنها غير مرئية. طيب، نيجي بقى للوحدات البنائية. يتكون المنزل مثلا من عدة طوابق، وكل طابق من هذه الطوابق يتكون من عدد من الشقق، وكل شقة تتكون من مجموعة جدران، وكل جدار يتكون من قوالب الطوب اللي احنا شايفينها قدامنا في الرسمة دي. وقوالب الطوب دي بتنتهي في الآخر إلى أصغر وحدة بناء لهذا المبنى، هي قالب الطوب. إذا الطوب أو الطوبة هي وحدة بناء هذا المنزل وحدة بناء هذا المنزل أو العمارة. إذا نفس المفهوم برضو إن هو بيكون الذرة هو جزء صغير جدا من المادة. فلو اعتبرنا أن هذا المبنى هو المادة، والمادة جم العلماء قالوا إن المادة دي بتتكون من جزء صغير جدا مثل قالب الطوب في المبنى، تسمى بالذرة. إذا تعريف الذرة يا ولاد هي وحدة بناء وتركيب المادة. إذا الذرة هي وحدة بناء وتركيب المادة. طيب، وبما أن الذرة هي وحدة بناء وتركيب المبنى، فتعالوا نشوف مع بعض تمثال أبو الهول. تمثال أبو الهول مما يتكون تمثال أبو الهول من الصخر. طيب، وما هو الصخر؟ الصخر ده هو الحجر الجيري. طب والحجر الجيري ده هل مادة كيميائية؟ طبعا
طبعا تكونت نتيجة اتحاد مادة كربونات الكالسيوم. يعني مادة الكربونات اتحدت مع مادة الكالسيوم، كونوا لي مادة، هذه المادة تسمى كربونات الكالسيوم. فإذا كانت هذه الصخرة أو الحجر الجيري يتكون من مادة كربونات الكالسيوم. طيب، ولقينا ان مادة كربونات الكالسيوم تتكون من مجموعة من الجزيئات. هذه الجزيئات زي ما احنا شايفين قدامنا تتكون من كربونات الكالسيوم، جزيئات كربونات الكالسيوم. اذا مادة كربونات الكالسيوم تتكون من جزيئات كربونات الكالسيوم، والجزيئات تتكون من ذرات. فاذا هذه الذرات تكون صغيرة جدا في الحجم ولا يمكن أن تنقسم مرة أخرى، وهذا ما قاله الفلاسفة اليونان في العصور القديمة. إذا يا ولاد، المادة عندنا هنا المادة تتكون من الجزيئات، والجزيئات تتكون من ذرات. مهم جدا تعرف التقسيمة دي، ان ازاي المادة كانت في الاصل جزيئات، والجزيئات كانت في الاصل مجموعة من الذرات ملتصقة ببعضها ولا يمكن ان تنقسم. طيب، اذا الذرة لو جينا نعرفها يا ولاد تعريف مهم جدا: وحدة بناء تمثال أو الهول هو الذرة. إذا وحدة بناء تمثال أو الهول هو الذرة. يبقى تمثال أبو الهول وحدة بنائه كانت الذرة. والذرة تعرفها يا ولاد هي وحدة بناء وتركيب جميع المواد، هي وحدة بناء وتركيب جميع المواد. طيب، بنية الذرة. بنية الذرة ده موضوع مهم جدا، ازاي الذرة دي اتكونت، وازاي العلماء شافوا الذرة دي وشافوا تركيبها وتكوينها. في البداية في العصور القديمة كانت مجرد اعتقادات، ولكن مؤخرا ظهر علماء بدأوا يعملوا تجارب علمية، وهذه التجارب أثبتت لهم مجموعة من الإثباتات والاستنتاجات. تعالوا معي لنرى ما هذه الاستنتاجات. فمثلا تعددت محاولات اكتشاف بنية الذرة. كانت محاولات كتيرة جدا ان هم يعرفوا الذرة دي بتتكون من ايه عبر مختلف العصور. زي مثلا في العصور القديمة اعتقد الفلاسفة اليونان. بقى عندي هنا اول حاجة فلاسفة يونان، بعد كده هيظهر عالم اسمه العالم دالتون، بعد كده هيظهر العالم الثالث اللي اسمه رذرفورد. طيب، الفلاسفة اليونان قالوا ايه؟ قالوا ان المادة بتتكون من اجزاء صغيرة تسمى الجزيئات، وهذه الجزيئات تتكون من ذرات، وهي اجزاء اصغر فاصغر، وتسمى هذه الاجزاء الصغيرة ذرات. طيب، ووجدوا ان هذه الذرات تكون غير قابلة للتجزئة، انها لا تتجزأ. خلاص، لما وصلنا لان احنا قعدنا نفكك المادة، والمادة دي نعرف هي بتتكون من ايه، لانها بتتكون من جزيئات، وهذه الجزيئات لانها بتتكون من حاجة اصغر منها تسمى الذرات. وعندما وصلنا الى هذه الذرات حاولنا ان احنا نكسرها تاني ونشوفها بتتكون من ايه، لقيناها ان هي غير قابلة للانقسام أو التجزئة، فأطلق عليها اسم الذرات باللغة اليونانية. فهم عندهم في اللغة اليونانية سموها أتوم، سموا الذرة أتوم. حرف الإيه في اللغة اليونانية معناها نو، وبعدين توم معناها ديفايد. ركبهم بقى على بعض كده وحط لي
no divide على بعضها يبقى لا تنقسم أو تتجزأ، فقالوا على هذه الذرة أنها غير قابلة للتجزئة. ولكن كل هذا ما زال كلاما نظريا، لسه محدش جرب عملي. نيجي نشوف بقى في أوائل القرن ال19 وضع العالم دالتون برضو أول نظرية علمية. إذا فهنا برضو العالم دالتون كان بيتكلم بطريقة نظرية وليست عملية. هي أول نظرية علمية عن الذرة وضعها دالتون، ودي مهمة جدا جدا وبتيجي في الامتحانات وفي الأسئلة كتير جدا. طيب، أوضح فيها عدم قابليتها للانقسام، وضح وقال إن هي فعلا غير قابلة للانقسام، فهو أكد كلام الفلاسفة اليونانيين. جه بقى العالم رذرفورد سنة 1909 وضع أول نموذج للذرة. ناخد بالنا يا ولاد إن هنا أول نظرية وضعها دالتون، ولكن أول نموذج وضعه مين؟ رذرفورد. طيب على أساس إيه؟ على أساس تجريبي، يعني قعد يجرب، قعد هو والتلامذة بتوعه في المعمل وقعدوا يجربوا تجارب علمية عن طريق إشعاعات بقى، اللي منها إشعاع ألفا ومنها إشعاعات كتيرة، وبدأوا إن هم يشوفوا حركة هذه الذرات وتكوين هذه الذرة مما تتكون. والعالم رذرفورد كان عالم نيوزيلندي، وهذا العالم ولد في 1871 وتوفى في 1937، وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1908. ونيوزيلندا لم تكتفي بإعطائه جائزة نوبل في الكيمياء، ولكن أصروا إن هم يحطوا صورته أو صورة هذا العالم النيوزيلندي على أكبر عملتها. يعني قالت إحنا هنجيب أكبر عملة عندنا اللي هي سي مثلا $100 النيوزيلندي، وقالوا خلاص إحنا هنحط صورة رذرفورد عليها تقديرا لجهوده في اكتشاف بنية الذرة، لأنه اجتهد جدا في إن هو يكتشف بنية الذرة في الوقت ده. طيب العلماء بقى كلهم توصلوا لإيه؟ توصلوا ل3 حاجات. أول حاجة هنتكلم عنها الذرة، تاني حاجة هنتكلم عنها النواة، تالت حاجة هنتكلم عنها هي الإلكترونات. طيب الذرة قالوا فيها ايه؟ الذرة رغم ان هي صغيرة جدا ومتناهية الصغر الا انها معقدة التركيب، حيث تتركب من نواة مركزية وتدور حولها الالكترونات. ركزوا معايا يا ولاد، ادي النواة بتكون موجبة الشحنة وبتدور حولها الإلكترونات في مستويات للطاقة، وبيكون شكل الإلكترون نقطة كده على مستوى الطاقة أو مجموعة من النقاط على حسب عدد الإلكترونات. إذا تتركب من نواة مركزية، وهذه النواة تدور حولها الإلكترونات. ودايما هتلاقونا بنكتب كلمة إلكترون. إلكترون بتبدأ بحرف الإي وبيحمل شحنة سالبة، يبقى دايما هتلاقونا بنكتب كلمة إلكترونات إي نيجاتيف أو إي سالب. طيب تاني حاجة النواة. النواة بتشغل حيزا صغيرا جدا 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 في الذرة، يعني النواة اللي موجودة في النص دي حاجة صغيرة جدا جدا، وتحتوي على نوعين من الجسيمات. إذا هذه النواة لو عملنا لها تكبير بالشكل ده هنلاقيها بتحتوي على بروتونات. هذه البروتونات بنرمز ليها بالرمز بي، وبيكون فيها نيترونات تكون متعادلة الشحنة وبنرمز ليها بالرمز ان سمول. يبقى عندنا بروتونات ونيترونات. طيب ودي مكونات الايه؟ مكونات النواة. في حد فيكم هيجي يسألني سؤال ذكي جدا، هيقول لي طب هو ازاي يا دكتور هنا موجود جوه موجب، انت كاتبه هنا بوزيتيف تشارج او موجب، ازاي وهي بتحتوي على بروتونات موجبه ونيترونات متعادله؟ هقول لك يا حبيبي، لما يكون عندك تعادل
ومعاك بوزيتيف، يبقى التعادل دي كأنها مش موجودة خالص خالص، كأنها مش موجودة خالص. وكأن مين بس اللي موجود؟ البروتينات بس او البروتونات بس هو اللي ايه، هو اللي موجود داخل النواة، فلذلك النواة موجبة الشحنة. يبقى يجيلك سؤال: علل النواة موجبة الشحنة، لأنها تحتوي على بروتونات موجبة ونيترونات متعادلة، إذا فهي موجبة الشحنة. طيب النواة بتكون ضئيلة الحجم جدا 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 جدا، يعني النواة اللي جوه دي صغيرة جدا جدا إذا ما قورنت بحجم الذرة. لما نيجي نقارنها بحجم الذرة كلها هيظهر إن النواة دي نقطة، نقطة كده زي نقطة في بحر، زي راس دبوس في منتصف ملعب الكورة، يعني زي راس الدبوس، رأس دبوس في منتصف ملعب البيسبول. لو انتوا عارفينه زي الملعب ده كده، ملعب البيسبول، تخيل لو احنا حطينا جواه راس دبوس، هل هتبان ولا مش هتبان؟ هي هتبقى حاجة صغيرة جدا 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 داخل ملعب البيسبول. طيب تالت حاجة هناخدها هي الإلكترونات. الإلكترونات أيضا هي جسيمات متناهية الصغر. طيب بتدور حول النواة في إيه يا ولاد؟ في بسرعات فائقة، وتدور في مستويات الطاقة زي ما احنا قلنا، ده اسمه مستوى طاقة، ودي اسمها إلكترونات. إذا فالإلكترونات تدور حول النواة بسرعات فائقة في مستويات الطاقة. خصائص مكونات الذرة. عايزين نعرف مكونات الذرة دي هتبقى عبارة عن ايه. الذرة هتتكون من بروتونات ونيترونات وإلكترونات، ده بقى مكونات الذرة كلها زي ما احنا قلنا. تعالوا بقى نرسمها بالراحة كده. يبقى أنا عندي بروتونات بوزيتيف بي، وعندي نيوترونات متعادلة يبقى بوزيتيف نيجاتيف ان. خلاص، دي كلها محتويات النواة. طيب احنا عايزين بقى محتويات الذرة كلها. الذرة كلها تحتوي على البروتونات والنيترونات وإلكترونات تدور حول النواة في مستويات للطاقة، وبيكون ده شكل الإلكترون بنسميه E نيجاتيف. طيب تعالى نرمز بقى أو نشوفهم مكتوبين ازاي. البروتون اهو بنرمز ليه بالرمز B، النيوترون بنرمز ليه بالرمز N، والإلكترون بنرمز له بالرمز E نيجاتيف. تمام. الشحنة الكهربية النسبية للبروتون زي ما قلنا تكون موجبة بوزيتيف 1، أما النيترون يكون متعادل، إذا فالشحنة بتاعته زيرو. وأما الإلكترون يحمل شحنة سالبة، إذا فهو نيجاتيف 1. يبقى بوزيتيف 1 0 نيجاتيف 1، بوزيتيف 1 0 نيجاتيف 1. طيب والكتلة، البروتون الاتوميك ماس بتاعته او الكتلة الذرية بتاعته بنرمز ليها بالرمز يو، دي الوحدة بتاعت الكتلة يو، كأنها يونت، يعني تسمى 1 يو، يعني 1 يونت. والنيترون الكتلة بتاعته برضو 1 يونت، والإلكترون 1 divided by 1836 يونت اللي هي اليو. طيب الشحنة الكهربية النسبية لمكونات الذرة، احنا قلنا البروتون هو جسيم موجب الشحنة، والنيترون هو جسيم متعادل الشحنة، والإلكترون هو جسيم سالب الشحنة. إذا شحنة البروتون اللي هو بوزيتيف 1 بيساوي شحنة الإلكترون اللي هو نيجاتيف 1 في المقدار، ولكن مختلفين في النوع. يبقى هما مساويين لبعض في المقدار ومختلفين في النوع، يعني هما الاتنين بياخدوا الشحنة 1، يبقى بيساووا بعض في الشحنة، لكن في الاتجاه ده موجب وده سالب، يبقى إذا مختلفين في الاتجاه. زي بالظبط لو عملت الإكس والواي اللي انتوا خدتوها في الماس أو في الرياضة. عندك هنا واي
عندك هنا بالشكل ده، ده بيكون واي اكسس وده بيكون الاكس اكسس. فاحنا لو قلنا ان ده بوان، لو قلنا ان شحنة البروتون ببوزيتيف 1 يبقى بوزيتيف 1، وعندي شحنة الالكترون نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 سوري، يبقى هنا نيجاتيف 1. يبقى ده اتجاهه ناحية الرايت وده اتجاهه ناحية الليفت، اذا هما متضادتين في الاتجاه ولكن متساويتين في الشحنة اللي هي 1. تمام. طيب علل توصف نواة الذرة، نواة الذرة بأنها موجبة الشحنة، لأن النواة تحتوي على إيه يا ولاد؟ لأن النواة تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة بوزيتيف بي، ونيترونات متعادلة الشحنة اللي هي بوزيتيف نيجاتيف ان، أو سالب أو موجب ان، لأنها متعادلة. أما دي موجبة، فدايما الموجب بيغلب المتعادل، وبيقول للمتعادل روح اركن كده على جنب، مش عايزين منك حاجة، احنا اللي هنبقى الشحنة السائدة في النواة. إذا النواة شحنتها موجبة الشحنة. طيب كتلة مكونات الذرة، كتلة مكونات الذرة اللي احنا قلنا عليها اليو. ايه اليو دي؟ اليو دي اختصار كلمة يونت، هو بيسموها الكتل الذرية او الاتوميك ماس، كتل ذرية. وتقدر كتلة المكونات دون الذرية، فاذا هي ليست ذرة، هي مكونات داخل الذرة ولكن ليست ذرة، اللي هي البروتون والنيوترون. طيب كتلة البروتون بتساوي كتلة ايه النيوترون، لان احنا قلنا ان البروتون كتلته 1 يو والنيوترون برضو كتلته 1 يو، ولكن كتلة بقى الالكترونات بالنسبة لهم صغيرة جدا 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 جدا، اذا ما قورنت بكتلة ايه؟ بكتلة مكونات النواة. لما تيجي تتقارن مع كتلة ال1 يو دي او ال1 يونت دي، هتلاقيها صغيرة جدا ويمكن إهمالها، لذا تهمل كتلة الإلكترونات عند حساب كتلة الذرة. لما نيجي نحسب كتلة الذرة هنتجاهل كتلة الإلكترون لأنها ضئيلة جدا جدا جدا. ويجي لنا هنا سؤال علل مهم جدا، ليه بتتركز كتلة الذرة في النواة؟ طبعا بتتركز كتلة الذرة في النواة لضآلة كتلة الإلكترونات، لأن الإلكترونات اللي موجودة حول النواة صغيرة جدا إذا ما قورنت بكتلة كل من البروتونز أو البروتونات والنيترونات الموجودة داخل نواة الذرة. يبقى كتلة الإلكترونات يا ولاد نركز إن هي صغيرة جدا لو قارناها بكتلة البروتون والنيترون. طيب الرموز الكيميائية للعناصر، اتفق العلماء على التعبير الخاص بالعناصر. ليه؟ لتسهيل التعبير عنها خاصة في المعادلات الكيميائية. لما هنيجي نكتب أي معادلة كيميائية عايزين نعبر عنها برموز كيميائية، هذه الرموز تكون سهلة وبسيطة ويسهل التعبير عنها. طيب زي إيه؟ زي قواعد اختيار وكتابة رموز العناصر. احنا هنختار ونكتب رموز العناصر دي. رمز العنصر بيمثل الذرة المفردة منه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو قلت لك ان ايه ده الصوديوم، طيب الصوديوم ده عبارة عن ذرة واحدة ولا ذرتين؟ طول ما انا كتبت واحد كده يبقى ده بيمثل ذرة واحدة فقط، يبقى ال Na ده عبارة عن ذرة واحدة فقط من العنصر اللي هو عنصر الصوديوم. طيب العناصر التي يتفق اسمها باللغة الإنجليزية مع اسمها باللغة اللاتينية قد يرمز لها بالحرف الأول من أسمائها ويكتب هذا الحرف كابيتال. يعني إيه؟ يعني زي ما أنا كتبت ال N دي ما ينفعش أكتبها N سمول، لازم أكتبها N كابيتال. فلازم أول حرف من أي element أو أي عنصر تكون الحرف ده يكون كابيتال. خلاص، سواء في اللغة الإنجليزية أو في اللغة اللاتينية
هنلاحظ ان في الاتنين السي او اول حرف لازم يتكتب كابيتال. طيب تعالى نقرأ الجدول ده مع بعض ونعرف اسم العنصر بالثلاث لغات، اللغة العربية واللغة اللاتينية واللغة الإنجليزية. اللغة العربية مثلا اسمه الكربون. طيب وفي اللغة اللاتينية كان اسمه ايه؟ كان اسمه كاربو. طيب وفي اللغة الإنجليزية اسمه ايه؟ اسمه كاربون. طيب لذلك أطلق عليه العلماء رمز العنصر سي. ففي بعض العلماء يا ولاد قالوا احنا هنسمي على حسب او هناخد الاختصار بتاعها على حسب، مرة هناخد اللغة اللاتينية ومرة تانية هناخد اللغة الإنجليزية عشان ما نكررش عنصر واحد، نكتب العنصر الواحد بنفس الاختصار يعني. طيب يبقى الكربون كاربو كاربون ونرمز له بالرمز سي. طب النيتروجين باللغة اللاتينية اسمه نيتروجينيوم، كلنا عارفين النيتروجين اللي هو موجود في الهواء الجوي. طيب باللغة اللاتينية هنسميه ايه؟ نيتروجينيوم. طيب وباللغة الإنجليزية هنسميه ايه؟ هنسميه نيتروجين. طيب هنرمز ليه بالرمز ايه؟ لو تلاحظ معايا هنا ان وهنا برضو ان، اللغة اللاتينية واللغة الإنجليزية بالان، يبقى هنرمز ليه بالرمز ان. طيب الكلور، الكلور يا ولاد باللغة اللاتينية اسمه كلورام، اسمه كلورام. وباللغة الإنجليزية اسمه كلورين، كلورين. طيب الاتنين لو نلاحظ هيبدأوا بالسي، لو كتبته بالسي بس يبقى هيبقى شبه مين؟ شبه الكربون، إذا لازم أحط له أي اختصار تاني. فجبنا أول حرف مع تالت حرف وحطيناه بالرمز سي ال، كلور أو الكلورين أو الكلورام. طيب الكروم بقى يا ولاد، الكروم باللغة اللاتينية كروميوم، الكروم اللي هو ايه؟ كروميوم. اما باللغة الانجليزية برضو اسمه كروميوم. يبقى ممكن يتشابه العنصر في اللغتين، اللغة اللاتينية واللغة الانجليزية، وبنرمز ليه بالرمز سي ار، لان ما ينفعش اقول عليه سي برضو هيبقى شبه الكربون. يبقى لازم ايه؟ لازم اكتبه كده بالشكل ده سي ار. هناخد برضو اول حرف مع الحرف الثالث. اذا بنكتب الحرف الاول دايما من اسمائها حرف كابيتال. وخلي بالك ان انا ما ينفعش اكتبها اف مثلا زي الفلور مثلا، الفلور بنرمز ليه بالرمز اف. طب لما اجي اكتبه لازم اكتبه اف كابيتال، ما ينفعش خالص ان انا اكتبه اف ايه؟ اف سمول. نفس الكلام لو كان بيتكون من حرفين، ممكن يكون انا اخترت حرفين منه عشان ما يبقاش شبه حاجة تانية. فلازم اول حرف يكون حرف كابيتال والحرف اللي بعده يكون حرف ايه يا ولاد؟ حرف سمول. لكن اكتبهم الاتنين كابيتال طبعا ده كلام غلط جدا جدا في الكيمياء. طيب خلي بالك ان رمز الكالسيوم سي اي. خلي بالك ان انا لو كتبت كالسيوم هاخد اول حرفين منها سي اي وهيبقى ده هو رمز الكالسيوم. يبقى خدنا لحد دلوقتي الكربون سي، والنيتروجين ان، والكلور سي ال، والكروم سي ار، واخدنا ايه؟ الكالسيوم، الكالسيوم بيكون سي اي. طيب العناصر التي لا يتفق اسمها باللغة الإنجليزية، في عندنا عناصر ما لا يتفق اسمها باللغة الإنجليزية مع اسمها اللاتيني. الاتنين مش زي بعض. زي ايه؟ زي الصوديوم. الصوديوم ده اسمه باللغة اللاتينية ناتريوم واسمه باللغة الإنجليزية صوديوم. طيب هنرمز ليه بقى بالرمز لما نيجي نختار رمز العنصر؟ هنكتبه بالإنجليزي ولا باللاتيني؟ ما هم أصلا مش متفقين. فلا قالوا لا احنا هنكتبه باللاتيني. هناخد اول حرفين منه باللاتيني اللي هو ال Na ونسميه Na. نفس الكلام بالنسبة للبوتاسيوم. البوتاسيوم ده اسمه ايه؟ اسمه كاليوم. اسمه ايه يا ولاد؟ كاليوم. يبقى هنرمز له بالرمز K. عشان كده قلنا ان البوتاسيوم ده
ليه اسم تاني اسمه الكاليوم، وهرمز للرمز ده ان هو كي على اساس ان هو اول حرف في اللغة اللاتينية. طب النحاس برضو باللغة اللاتينية اسمه كابرام، اما باللغة الانجليزية اسمه كبر. يبقى يا اما كبرم يا اما كبر. طب هنمشي على اي واحد فيهم؟ هنمشي على اللغة اللاتينية، يعني هنسميها سي يو زي اللغة اللاتينية اول حرفين منها. طيب الحديد يا ولاد، الحديد اصلا معروف ان هو الايرن. طيب الايرن، هل انا اخترت الاسم بتاعه اي ار مثلا؟ لا، اخترتها ايه؟ اخترتها الحديد في الرم باللغة اللاتينية، فاذا هسميه اف اي. والكلام ده كله حفظ يا ولاد، وما تستهونوش بيه، الكلام ده مهم جدا جدا، ودي اساسيات الكيمياء بعد كده في السنوات اللي جاية. يرمز لها حسب حروف أسمائها باللغة اللاتينية، زي الصوديوم قلنا هنسميه ان ايه كالسيوم، او الكاليوم سوري كاليوم، او البوتاسيوم هنسميه كي على اسمه باللغة اللاتينية، والكبرم هنسميه سيو، والفرم هنسميه اف اي، مع مراعاة نفس الشروط السابقة. أمثلة لرموز بعض العناصر الشهيرة زي الهيدروجين اللي هو ال H بوزيتيف أو ال H يعني، والهيليوم HE. طيب الزئبق بنسميه ايه؟ HG. الأكسجين معروف اللي هو ال O. الفلور اللي هو ال F، والحديد Fe. أما الفوسفور بنرمز له بالرمز B، فوسفورس، اختصار كلمة فوسفورس. طيب والرصاص بنرمز ليه بالرمز بي بي، والكبريت بنرمز ليه بالرمز اس، والسيليكون بيرمز له بالرمز اس اي، واس اي ده هو ايه يا ولاد؟ هو السيليكون. طيب البوتاسيوم كي، والمغنيسيوم ام جي، والليثيوم ال اي، والخرسين او الزنك بنسميه زد ان. وبعد كده النيتروجين ان، النيون ان اي، الصوديوم ان اي، البورون بي، والبريليوم بي اي. بناخد يا ولاد دايما اول حرف او اول حرفين من اللغة الانجليزية او اللغة اللاتينية، وممكن باخد اول حرف مع ثالث حرف على حسب. طيب العنصر اليود ده اي، الكربون سي، الكالسيوم سي اي، والكلور سي ال، والنحاس سي يو، الكروم سي ار، والارجون اي ار، والالومنيوم اي ال، والذهب اي يو، والفضة اي جي. البيج دي كلها او الصفحة دي كلها حفظ يا ولاد، وحفظ مهمة جدا جدا جدا. اقعد مع نفسك كده، امسك ورقة وقلم واكتبهم زي ما هما مكتوبين عندك كده في الورقة. قسمهم برضو لأجزاء كده واكتب الهيدروجين اتش، الهيليوم اتش اي، البوتاسيوم كي، المغنيسيوم ام جي. هتلاقي نفسك من كتر الكتابة حفظتهم كويس جدا. طبعا الأسمدة دي عبارة عن مكونات كيميائية، وده اللي احنا خدناه السنة اللي فاتت في جريد 6 أو سنة 6. سنة 6 احنا خدنا فيها الأسمدة، اتكلمنا عنها نبذة كده مختصرة، وهنكمل كلامنا بقى بس بلغة الكيمياء. ان احنا نقول على الأسمدة دي مواد أو مركبات كيميائية بتستخدم في تحسين الإنتاج الزراعي. بنروح نشتري كده ال NPK ده اللي هو الأسمدة، وده أشهر سماد موجود عندي اسمه ال NPK. سماد ال NPK ده أشهر سماد موجود عندي، بنستخدمه في تحسين الإنتاج الزراعي عشان يطلع الثمرة وتنمو وتكبر والكلام ده، فهي محتاجة نوع من أنواع الأسمدة. فاحنا دايما بنستخدم ال NPK لأنه سماد مهم جدا جدا. يتركب من ايه هذا السماد؟ من 3 حاجات: نيتروجين، والفوسفور، والبوتاسيوم. يبقى ان وبي وكي، نيتروجين، فوسفور وبوتاسيوم. طيب عنصر البوتاسيوم ايه فايدته؟ يعني النبات بيحتاجه ليه برش عليه السماد ده علشان طبعا يكبر بطريقة صحية، يبقى لازم للنمو الصحي للنباتات. وبيجي لك هنا طبعا سؤال علل. الفوسفور، عنصر الفوسفور
ضروري جدا 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 لتقوية جذور النبات عشان النبات دي تكون قوية جدا في جذورها وتعمل لها تثبيت في التربة. فلازم لها عنصر الفوسفور، ولازم لها عنصر النيتروجين. ليه؟ لإحضار أوراق النبات، عشان نحضر أوراق النبات. ملحوظة ان احنا يعني من مضر جدا جدا ان احنا نستخدم هذه الأسمدة باستخدام مفرط، يعني ما ينفعش احط اكتر ما التربة محتاجة. ده هيكون ضار جدا بالنبات، وهيكون ضار بالتربة، وهيكون ضار بصحة الإنسان اللي بياكل هذه النباتات، والحيوانات برضو هيكون ضار جدا بالنسبة لها. والبيئة بشكل عام برضو هتتأثر سلبيا وهيحصل فيها ضرر. يعني ده سؤال بسيط خالص نكتشف بيه فهمكم. أي من هذه المواد بتحتوي على العناصر الثلاثية الأساسية اللازمة لنمو النبات؟ يعني مديني 4 اختيارات وبيقول لي في عناصر، في واحدة منهم بتحتوي على العناصر الأساسية للنبات اللي هي ال NPK. فأبدأ أبحث كده في الإجابات عن فين اللي بيحتوي على NPK. هل ده بيحتوي على N و B و K؟ طبعا لأ. طب هل ده بيحتوي برضو على N و B و K؟ هو بيحتوي على N و K لكن لا يحتوي على B، إذا فهو غلط. طيب فاضل مين؟ فاضل ده، ادي ال N وادي ال K وادي ال B، يبقى هو ده الإجابة الصحيحة. تعال ندور في اللي بعده. برضو ال N موجودة، ولكن ال K ال B وال K مش موجودين، إذا ده برضو إجابة خاطئة. عناصر النيتروجين اللي هو ال N والفوسفور والبوتاسيوم لازمين لنمو النباتات، وده الاختيار الصحيح هيكون الاختيار رقم ج. ان شاء الله يا ولاد، يعني الصفحة دي ان شاء الله هم ورك كده تحلوها و توروها لي او تبعتوها لي في الكومنتس، ونبدأ نحلها في اول السيشن اللي جاي ان شاء الله. تابعونا وما تنسوش تعملوا لايك لو استفدتوا من الفيديو. لازم تدعمونا يعني فضلا وليس امرا، بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، تشجيعا منكم ان احنا نكمل ونكمل المنهج بإذن الله. وان شاء الله بالتوفيق يا ولاد، ربنا معاكم وذاكروا كويس، وبحبكم في الله يا ولاد، ربنا معاكم. باي.